مرحبا بكم عند ضيعة الزريقة. معكم هشام، أحد طاقم ضيعة الزريقة اللي كتواجد مديونة طريق سيدي إبراهيم. كما كتعرفوا ضيعة الزريقة اللي معروفة منذ 20 سنة، اللي كتدير تربية المواشي المحلية وكدير استيراد المواشي من أوروبا. بالنسبة لهذه ماشي أول مرة كنديروا استيراد ديال الأغنام الإسبانية، وإنما هذه ثاني عام، ودابا ما بقيناش منحاصرين غير في إسبانيا، وإنما مشينا حتى لرومانيا. بالنسبه اصلا لهذه الفصيله اللي الناس كان عندهم واحد الشكوك، اللي كتعتبر ثالث احسن فصيله في العالم، لا من ناحيه اللحوم ديالها لا من ناحيه الصوف ديالها. وبالنسبه للاثمنه اللي هي جد مناسبه لكاع الفئات ديال المجتمع المغربي. فكيف ما كنعرفوا كنسمعوا على انه مثلا بحال هاد الصنف هادو مثلا يعني في اوروبا عندهم واحد الثمن اللي رمزي، وبان يعني في المغرب مزيود الثمن ديالو. شوفي، باش نكونوا فاهمين، دابا الثمن راه كان رخيص العام اللي فات، ولكن بحكم التغيرات والطلب المتزايد يعني الثمن ارتفع حتى في اوروبا ماشي غير في المغرب. هادشي بلا ما نحسبوا الترونسبور ونحسبوا هذوك يعني الضرائب والامور الاخرى. اش نقول لك، اما بالنسبه للثمن اللي كاين هذا راه ثمن مناسب للناس العاديين. ابتداء من الثمن، ابتداء عندك كيبدا كيلعب ما بين 2000 درهم، من 1800 درهم حتى ل 3500 درهم. هذا هو الثمن اللي كيكون ديال الغنم الاسباني.